كل بعد في التمرين انا بكتب عليه حدود التفاوت. المهندس ده بيعمل شغل جامد قوي، بيتخيل ويبدا يحط ابعاد، يحط حدود تفاوت، يحط نوع معدن ويحط نوع اراوز. يبقى انت عشان تبقى راجل مهندس وتقدر تعمل منتج لازم تعرف تتخيل. تمام كده؟ يبقى انت لو انت مش بتتخيل كويس مش هتعرف تتعلم الرسم خالص. كلام جميل جدا. كل ده احنا لسه ما دخلناش في الرسم بتاعنا. كل ده انا بديك مقدمه عشان اشغل لك مخك، عشان لما نيجي نشتغل بقى على الرسم تبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه. يبقى كده معنى كده ان ماده الرسم دي لو انت خدت بالك انا اتكلمت عن ادوات القياس، اتكلمت عن نوع ده، اتكلمت عن اراوز، اتكلمت عن تفاوت، اتكلمت عن حاجات كتير قوي. طب تعالى نتكلم بقى نقول يعني ايه استنتاج مسقط ثالث، ويعني ايه ثلاث مساقط اصلا. يعني ايه ثلاث مساقط ويعني ايه استنتاج مسقط ثالث. هنرسم رسمه بسيطه قوي كده عشان تعرف تتخيلها. الرسمه دي شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده. واضح من الرسمه اللي هي دي ايه؟ عربيه، بس عربيه لعبه. دي مش عربيه حقيقيه، دي عربيه بلاستيك كده صغيره، عربيه لعبه. وراح الراجل جاي من فوق كده وراح راسم لك عليها نجمه كده عشان ايه؟ يميزها. الاطفال تبقى مبسوطه، وراح جاي هنا كده في النص هنا وراح راسم عليها وش كده. وراح جاي هنا عامل كشاف هنا وكشاف هنا كده، وراح عامل له ايه؟ خطين كده، وراح جاي كاتب عليها هنا للبيع. تمام؟ انت مش واخد بالك ان الصوره دي مبينه السقف بتاع العربيه ومبينه وش العربيه ومبينه جنب العربيه؟ خلي بالك مش عربيه حقيقيه، ده عربيه لعبه صغيره كده ما فيهاش ولا بيبان عشان نقلل التفاصيل بس. تمام؟ انا كده شايف السقف بتاعها صح؟ وشايف الجنب ده وشايف الوش ده صح كده؟ ده اسمه منظور. ده ايه؟ منظور هندسي للاجسام الميكانيكيه، بس انا جايبه لك بشكل عربيه عشان تعرف تتخيله شويه. لو بصيت على المنظور ده هتلاقي في عندك اللي انت شايف الثلاث اوجه بالعربيه، تقدر تحدد. لو انا حاطط ابعاد، لو انا قلت لك العرض ده كام، عرض العربيه كام هتعرف، قلت لك طولها كام هتعرف، لو قلت لك القطر ده كام هتعرف. لو انا حاطط اي بعد على المنظور هتعرف الرسمه دي شكلها عامل ازاي. تمام كده؟ كلمه ثلاث مساقط معناها ايه؟ خلي بالك بس عشان اللي جاي ده مهم قوي. اللي احنا بنعمله دلوقتي طبقه على اي رسمه تقابلك، اي رسمه. الثلاث مساقط معناها ايه؟ معناها ثلاث صور لجسم واحد. انا عندي العربيه ديت عاوز اصورها ثلاث صور، اصورها ثلاث صور. تفتكر السهم ده لحظه بس كده، عندي هنا كده سهم وعندي هنا كده سهم وعندي هنا كده سهم اسود وازرق واحمر. تفتكر انهي سهم من دول لو انا وقفت ناحيته وصورت العربيه ديت هيبقى مبين اللي هي عربيه مظبوط؟ اكتر حاجه واضحه ايه؟ انهي واحد في الثلاثه؟ الاسود ولا الاحمر ولا الازرق اللي يبين ان دي عربيه؟ الاسود. ها؟ الاحمر. ها؟ الاسود. براحتك، انا عاوز كل واحد يقول رايه، بس بص شويه، انا عايز اشتغل مخك، واخد بالك؟ انا مش بسالك، مش بمتحنك، عايزك تتخيل دي قدامك، واخد بالك؟ تفتكر انهي ناحيه هبص لها هعرف واتاكد ان هي عربيه، اتاكد ان هي عربيه. الاسود ده ولا الاحمر ده ولا الازرق ده؟ بص شويه هنا. الاسود. ها؟ حد معترض طبعا على الاسود؟ اكيد الاسود. ما هو الاسود ده الوحيد اللي انا لو بصيت كده هشوف العجلتين وهشوف البيت بتاع العربيه وهشوف اولها واخرها، لكن انا لو باصص من هنا مش شايفها كويس عشان هي عربيه انا عايزها، ومن فوق برضه مش باينه قوي، واخد بالك؟ لكن اكتر مسقط يبين اللي هي عربيه فعلا المسقط ده، اللي هو المسقط الايه؟ الراسي. ده اسمه المسقط الراسي. تمام؟ وده المسقط الجنبي. وده المسقط الايه؟ الافقي. يبقى الثلاث مساقط دول هم ثلاث صور لجسم واحد، ما تنساش الجمله دي ابدا. ما تنساش. الثلاث مساقط هم ثلاث صور لجسم واحد. لحسن الناس ساعات بتبقى فاكره ان المسقط ده غير المسقط ده والصوره دي غير الصوره دي، لا. هم الثلاثه لجسم واحد، بس مره من هنا ومره من هنا ومره من هنا. طب تعالى نرسم.
اولا لازم تبقى عارف فين اماكن الثلاث مساقط. لو انا عملت المحاور بتاع زمان بتاع سنه اولى بالشكل ده، بتاع سنه اولى، المسقط الرأسي فين؟ هنا ولا هنا؟ يمين ولا شمال الرأسي؟ هنا. يمين ولا شمال الرأسي؟ يمين. لا، هو الرأس هنا. تمام؟ هنا الرأس. تمام؟ وهنا الأفقي. وهنا الجنب. تمام كده يا رجاله؟ مش هنرسم بقى المحاور دي، خلاص احنا كبرنا عليها خلاص. طول عمرك تبقى عارف ان الثلاث مساقط بالشكل ده. المسقط الرأسي هنا تحتيه الأفقي. المسقط الرأسي هنا جنبه الجنبي. لازم ابقى عارف الموضوع ده. تمام؟ خلي بالك من اللي انا بقول لك ده. الثلاث مساقط ما تنساش مكانهم. المسقط الرأسي كمان يبقى هنا تحتيه على طول الأفقي. جنبه الجنبي. ممكن جدا يجيب لي مسقط من الثلاثه ده مجهول وانا استنتج الثالث. عمره ما بيجيب الرأسي مجهول. عمره ما يجيب لك المسقط الرأسي مجهول، عشان المسقط الرأسي زي ما اتفقنا اكتر مسقط بيبقى مبين شكل الجسم، ما ينفعش يلغيه. لكن ممكن يجيب لك رأسي وافقي او رأسي وجنبي، وممكن يطلب منك جنبي كمان الناحيه الثانيه. يعني الجنب الوحيد اللي ممكن يطلب منه اثنين، جنب يمين وجنب شمال. تمام كده؟ طيب نمسح بقى كده. تعالى نعمل ايه بقى؟ تعالى نستنتج الثلاث مساقط. المسقط قدامي اهي وعايز اجيب لها ثلاث مساقط. هنبدا باسفل المسقط اللي هو المسقط الرأسي اللي هو مكانه هنا. اكيد المسقط الرأسي شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده. العربيه عدله كده وماشيه كده، راحت عامله العجله الاولانيه، راحت ماشيه الناحيه الثانيه، راحت عامله العجله الثانيه، وراحت طالعه كده جايبه الكبوت، راحت ماشيه كده، ماشيه بالازاز، راحت جايه هنا. ومكتوب هنا ايه؟ ما تنساش ده المسقط ده اللي مكتوب عليه باينه كلمه للايه؟ للبيع. طب تعالى بقى نبص منين بقى؟ من فوق. من فوق شايف ايه بقى؟ من فوق بص كده كويس. شايف المستطيل ده صح؟ يعني اللي هو من اول هنا لغايه هنا، اللي هو ده من اول هنا كده لغايه هنا مستطيل كده صح؟ والمستطيل ده عليه مين؟ عليه النجمه صح؟ وبعد كده الحته دي اللي هي الحته دي اللي هو شافها من اول هنا لغايه هنا، اللي هي من اول هنا كده لغايه هنا صح؟ اللي هي الازاز، ما فيهاش حاجه ازاز. بعد كده في مين؟ الكبوت بتاع العربيه اللي هو عامل ايه؟ الشكل فيها ده صح كده؟ اذا كان الكشاف بارز بقى من هنا ولا من هنا هيطلع بالشكل ده. العجل بقى لو اسبوع هيبقى طالع كده شويه وبقيته شرط، طالع كده شويه وبقيته شرط. خلي بالك العربيه لعبه ماشي؟ يعني ما فيهاش تفاصيل كتير. تمام كده؟ خدت بالك انت من فوق العربيه شكلها عامل ازاي؟ طب لما اجي ابص لها من هنا شكلها عامل ازاي؟ اكيد هبص الاقي عندي الحته دي كده اللي هو الوش بتاع العربيه عامل كده. والكشاف بتاعها كده، هو مدور، احنا عاملينه مدور ماشي، الكشاف بتاعها مدور كده. هو هنا يبقى مربع لكن هو مدور اصلا كده، هو الراجل عامل خطين كده، والعربيه العجله بتاعتها عامله كده كده كده، وبقيتها هنا شرط كده كده كده، وبقيتها هنا شرط، ممكن الازاز بتاعها طالع لغايه هنا كده بالشكل ده. باين اي حاجه تاني في المسقط ده؟ ايه ده؟ ده بجد اكيد. طب هو هنا باين عجلتين بس ليه؟ مش هم 4؟ عشان في عجلتين وراهم. عجلتين وراهم بالظبط نفس المقاس بالظبط، فمش ظاهرين. نفس الكلام العجلتين دول برضه، ما في الناحيه الثانيه عجلتين برضه وراهم بس مش مرسومين. انا كده راسم 3 مساقط بجسم واحد. انا عامل لك رسمه العربيه عشان دي اكتر حاجه ممكن تتخيلها عشان تعرفها. اكتر حاجه ممكن تتخيلها عشان انت عارفها، لكن لما نيجي نرسم اي رسمه ثانيه هتعرف تعملها. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح بقى كده العربيه على شويه واقف هنا اهو، وانت وشك لزمايلك كده
وشوف هو واقف كده هيعمل ايده كده، يمسك الموبايل بتاعك، الموبايل امسكه بس ايدك كده، امسكه كده هو ده. لا اقف حلو شويه واقف اهو ماشي. احنا دلوقتي عايزين نعمل البشوي ده 3 مساقط، هو ماسك الموبايل كده تمام. اكيد المسقط انهي اللي هيبين شكل بشوي اللي في وشه، يعني بشويه يبقى عامل كده، ايده الطويله دي كده جايه هنا، والايد الثانيه مالها؟ الايد اللي هنا دي هتلاقيها جايه لغايه هنا بس، صح كده؟ وماسك الموبايل ورجله عامله كده، صح كده؟ رجله بص ايده هنا عامله ازاي؟ لا زي ما يطلع كده بالظبط. طب لما يجي يبص من الجنب من هنا بقى، لما اجي اصوره كده صوره يبقى شكله عامل كده، ايده هنا نازله ورجله برضه زي ما هي، وايده الثانيه عامله كده وماسكه فيها مين؟ الموبايل، صح كده؟ طب لما اجي اصوره من فوق هتلاقي دماغه عامله كده، وايده دي طالعه كده ماسك فيها الموبايل، وايده الثانيه جنبه، والوش رجله جاي كده بالشكل ده. بس عايز اقول لك ايه؟ اللي انا بديك مثل برضه لزميلك، يعني ايه 3 مساقط؟ 3 مساقط هم 3 صور لشخص واحد. خش يا باشا. يبقى احنا عرفنا يعني ايه 3 مساقط؟ يعني 3 صور لجسم واحد ايا كان الشكل. طب تعالى ناخد شكل تاني بقى. تعالى ناخد شكل ميكانيكي كده ايه؟ بسيط جدا نبدا نستنتج منه الابعاد دي. تعالى نشوف الشكل اللي احنا هناخده ده شكله عامل ازاي. حته حديد صغيره جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. حته كده عامله زي علبه الكبريت، قد حجم علبه الكبريت تقريبا. حته بالشكل ده عايزين نجيب لها 3 مساقط. حد يعرف يطلعها لنا؟ حد يعرف يرسمها لنا؟ نعمل ايه؟ لنا 3 مساقط بتوعها. احنا اتفقنا 3 مساقط يعني 3 صور للتمرين ده، اللي هو الرأسي والجنبي والأفقي. تفتكر الرأس هيبقى شكله عامل ازاي؟ لما اجي ابص كده على الرأس هيبقى كده، صح كده؟ هو هنا وهنا بس دول ظاهرين، يعني هيظهر شكله عامل كده. بس صح ولا ايه؟ طب لما اجي ابص له من فوق يبقى شكله عامل ازاي من فوق؟ نص مربع. هلاقيه مستطيل كده ويعمل كده، الخط ده ماشي مع الخط ده عامل بالشكل ده، صح كده؟ طب المسقط الجنبي يبقى نفس الرفع ده كده، صح كده ولا ايه؟ 3 مساقط 3 صور لحته حديده بالشكل ده. الافق الافق تمام كده؟ طيب لو انا زودت على المسقط ده حاجه، يعني ايه زودت عليه حاجه؟ رحت جاي عامل ثقب هنا. بقى عامل ازاي المسقط ده؟ بقت شايفه من فوق دايره ولا شرط؟ في الافق ايه؟ ها؟ دايره يظهر هنا دايره، والدايره دي هتظهر في الحته دي كده شرط. وفي المسقط ده يظهر شرط. فاهمين قصدي؟ انا عايز اشتغل مخك، عايزك تتخيل معايا. انا بديك رسومات بسيطه قوي عشان تعرف تتخيل. تمام؟ طب لو انا عندي التمرين ده تمرين بسيط جدا ما فيهوش كل ده. عشان لسه باين لك بقى حاجه ثانيه عاوزين نتكلم عليها برضه. التمرين ده بسيط جدا، يعني حته حديده كده مربعه زي علبه الكبريت بالظبط. ثلاث مساكن بتوعها يبقى شكلهم عامل ازاي؟ ها؟ حد يطلع يجيبهم لي بقى دول، مش معقول يعني. واحد يطلع يرسمهم لي بقى 3 مساكن. خد وقتك بس ارسم لي الراس الاول. حلو جدا، ده كده الراس تمام. الافق بقى تمام. الجنبي زي الفل. وبمنتهى البساطه اهو. هو الراجل لما جه بص من هنا كده على راسي شاف ايه؟ المستطيل ده راح رسمه. طب لما جه بص من فوق شاف المستطيل الكبير ده راح رسمه. طب لما جه بص من الجنب هنا شاف المستطيل الصغير ده راح رسمه. بس احنا طبعا ما بنرسمش الادوات، بس انت لازم يبقى في تواصل في الابعاد، يعني الاداه اللي رسمت يبقى دي تحتها بالظبط.
واخد بالك؟ الحته دي ما تبقاش قد دي، لازم تبقى دي كنزه شويه. طبعا الابعاد احنا هنرسم بالابعاد مفيش مشاكل يعني. تمام كده؟ طب انا هرسمهم انا تاني. تمام كده؟ دول الثلاث مساقط اللي حته الحديد اللي عامله زي علبه الكبريت. تعال نزود حته بقى. تعال نتكلم عن القطاعات، يعني ايه قطاعات؟ يعني ايه قطاعات؟ يعني اقطع ازاي في التمرين؟ امشي بالمنشار وامشي. لو بصينا هنا على الرسمه دي او على المنظور ده، لو انا مسكت المنشار بتاعي ورحت جاي نشر كده. وبعد ما نشرت رحت واخد الحته دي كده، رحت واخدها ورحت راميها. نتيجه اللي انا نشرت في ايه في الحته دي؟ مكان الشرشره بتاعت المنشار، صح كده؟ سنون. صح؟ طيب التمرين بعد ما انا نشرته، تفتكر انهي مسقط في الثلاثه دول يبان فيه الحز بتاع المنشار؟ الرأس. ها؟ الرأس. الرأس، صح كده؟ يعني لما ابص من هنا كلمة قطاعات في الرسم معناها ان انا عاوز ابين مكان المنشار ما مشي، اللي هو الحز بتاع المنشار، بس مش هعمله بالشكل ده بقى. قال لك لا، احنا اتفقنا ان التهشير ده ليه قاعدة. ايه القاعدة بتاعته؟ ان الخطوط بتاعته تبقى مايلة كده على زاوية 45 وجنب بعض كده مسافة بينهم 3 مللي 4 مللي بالشكل ده. يبقى انا معنى الخطوط دي معناها اسمه ايه؟ اسمه تهشير. اسمه ايه؟ تهشير. تهشير. ده بقى لازمته ايه؟ فايدته ايه؟ فايدته ان انت تبين الحز بتاع المنشار. يبقى التهشير هو مكان المنشار ما مشي. تمام؟ تمام. طيب تعالى نمسح ده ونرجع التمرين تاني زي ما كان. التمرين رجع زي ما كان، يبقى ده مفيش موجود خلاص. لو انا كنت عامل ثقب هنا، الثقب ده يبدا يظهر لك عامل هنا ازاي؟ المسقط، انهي مسقط في الثلاثه يبان دايره؟ الأفق. انهي مسقط في الثلاثه يبان دايره؟ الافق، يعني هتبان دايره هنا، صح كده؟ هنا هيبان شرط، هنا هيبان شرط، هنا هيبان شرط، هنا هيبان شرط، صح؟ تعالى نطلع تاني. هنطلع كده. لما نقطع التمرين بالشكل ده هلاقي التمرين بقى شكله عامل كده. والتهشير بقى في الحته دي والحته دي. التهشير دخل جوه الثقب وعلم، وانا بنشر كده التهشير راح داخل جوه الثقب ولا ما دخلش؟ ما دخلش. ايه اللي حصل بقى يحصل هنا في التمرين ده ايه؟ اللي الشرط دي هتبدا تبقى خط. ما هي ظهرت بعد انت ما نشرت، ظهرت. كانت الاول مختفيه عشان التمرين كان ايه؟ ما كانش منشور. لما نشرت الخط ده بقى خط، الحته دي بقت خط، بقت باينه. والدايره اللي جوه ديت المنشار ما علمش فيها، فانا مش هقشر هنا، هقشر هنا بس. يبقى هنا التهشير بيجي فين؟ مكان الحز بتاع المنشار بس. خلي بالك التهشير هنا بيجي فين؟ مكان حز المنشار بس. طيب تعالى ناخد شكل تاني برضه في نفس التمرين. نرجعه تاني تمرين ونغير في الشكل شويه. رجع التمرين تاني سليم اهو. التمرين ده بقى لو انا قطعته بالشكل ده، التمرين لو انا قطعته كده تفتكر انهي مسقط يبان فيه التهشير؟ الجنب، صح كده؟ يبقى انا هاجي هنا على الجنب وابدا اعمل ايه؟ اخد الخط اللي على زاويه 45 بالشكل ده عشان يبان لي التهشير. تمام. نمسح كده وناخد تهشير تاني. لو يبقى المنشار وراح جاي نشر كده، وراح جاي رامي الحته اللي فوق دي،
الحز بقى فين؟ في الأفق. بقى في التمرين ده كله بقى يظهر هنا فين؟ في الأفق. في الافق. يبقى ده برضه على زاويه كام؟ 45 مش فاكر. يبقى كلمه تهشير او قطاعات هو مكان الحز بتاع المنشار.